بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا شايفين لحد دلوقتي الاهلي متقدم ماتش السوبر الافريقي. الزمالك تشكيلة الاهلي بالنص، ما في تغيير بفضل الله، والفيديوهات موجودة. قلت لك التشكيلة بالنص امبارح واول قلت لك بالنص، ما في لاعب اتغير على اللي قلته. قلت لك الشناوي، ياسر ابراهيم. مش مصدقني؟ ارجع لفيديو اللي انا نشره النهارده العصر، ارجع لفيديو موجود على القناه، فيديو امبارح اول بالنص. ما في لاعب ما في لاعب عفوا ماتش بقى والانفعالات وبتاع. ما في لاعب غيروا كل اللي قلته. ما فيش الا محمد هاني اصيب، نتمنى له الشفاء، نتمنى له الشفاء العاجل. محمد هاني اصيب ونزل مكانه عمر كمال عبد الواحد. قلت لك الشناوي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، هاني، يحيى عطيه الله، اكرم توفيق، مروان عطيه، قدامهم امام عاشور. قلت لك كده. حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام ابو علي. في الزمالك قلت التشكيله بتاعت الزمالك، لكن جوميز الف. جوميز بيفتي. جوميز فاشل زي مجلس اداره الزمالك بالظبط. الدنيا ماشيه لحد دلوقتي. فوز الاهلي، تقدم 1-0 بهدف احرزه الفلسطيني وسام ابو علي، اللي كان قال في تصريحات امبارح واول: نفسي ادخل التاريخ واسجل في السوبر الافريقي في مرمى نادي الزمالك. وحصل ما اراد او ما تمنى وسام ابو علي، وسجل هدف من ضربه جزاء اثارت جدلا واسعا، وانسحب الزمالك ورجع اللعيبه نزلت. صارت جدلا واسعا، هل ضربه جزاء ولا لا؟ خالد الغندور والزملكاويه وكلهم بلا استثناء اقول لك مش ضربه جزاء، ان اكرم توفيق لعب الكوره، لعب الكوره، فازاي ضربه جزاء؟ ازاي لا ضربه جزاء؟ فده كلام الزملكاويه. الاهلاويه شايفينها ضربه جزاء، شايفينها ضربه جزاء. ليه؟ بتصب في صالحهم، والاهلي تقدم ومتقدم لحد دلوقتي، والاهلي الاقرب للسوبر الافريقي حتى هذه اللحظه. لسه دقايق قليله والماتش يخلص. انا بقول لك لحد دلوقتي، الا اذا بقى الزمالك كان ليه راي اخر ويتعادل ويعمل رومونتادا، هنشوف ونتابع. لكن الماتش ماتش، انا قلت لك امبارح، قلت لك الماتش فنيا مش هيكون عادي. الماتش زي ده بيخلص بتفاصيل صغيره، بنفهم في الكوره على قدنا. اتمنى بقى انك تعمل اللايك كاهلاوي لو فرحان بقى بتقدم الاهلي لحد دلوقتي، ولو زملكاوي برضه اعمل اللايك، اشترك في القناه. فالماتش لو خلص ومشي كده بالطريقه دي، كده الاهلي نقول مبروك السوبر الافريقي. الا اذا بقى الزمالك عمل رومنتادا في الدقايق اللي جايه ديت وتعادل. طبعا لو الماتش خلص في ال90 دقيقه تعادل، ده لو خلص والزمالك تعادل يعني، هنلجأ لضربات الترجيح مباشره من نقطه الجزاء بدون وقت اضافي. دي لائحه الفيفا. فانت طبعا ضربه الجزاء اللي اتحسبت لاكرم توفيق على حمزه المسلوسي صارت ضجه كبيره. ناس تقول ضربه جزاء، ناس تقول ملهاش علاقه بضربات الجزاء خالص خالص بتاتا. فخلاص هي الموضوع خلص، وحكام الفار حسبوا ضربه الجزاء والحكم حسبها وتم تسجيلها. لكن محمد عواد انا شايفه صد كذا كوره كويس جدا. محمد عواد ظهر بمظهر كويس جدا، فاجئنا بصراحه. محمود بن تايك الظهير الايسر المغربي للزمالك برضه ظهر بمظهر كويس جدا، لكن تظل نقطه ضعف الزمالك في دفاعه. كرة أكرم توفيق، جوميز دي تعرف إنه كفتاجي ليه؟ كولر بيلعب بواقعية. بيلعب إيه؟ بواقعية. أكرم توفيق يا باشا جنب مروان عطية، قدامهم إمام عاشور. إنما عشان كده الأهلي ماسك وسط الملعب، والشوالي قال لك اللي هيمسك وسط الملعب هو اللي هيفوز بهذا اللقاء. وتحقق ما أراد لحد دلوقتي. لحد دلوقتي جوميز بيعمل ايه؟ بيتفزلك زي حسين لبيب برضه. مجلس الزمالك ما بيتفزلكوا كده، ناس فاشله يعني، ناس فاشله ملهاش علاقه بكره القدم خالص. بتوع الزمالك، مجلس الزمالك ومدرب الزمالك عمل لك ايه؟ نزل لك دونجا لوحده، وقدام عبد الله السعيد وناصر ماهر. طب عبد الله السعيد وناصر ماهر مش ما بيدافعوش، ففتح وسط الملعب، مسك الاهلي وسط الملعب، ومن هنا تيجي بقى لمربط الفرس. عشان كده الاهلي مش بيهني الزمالك على اي كوره، على اي كوره. نسبه الاستحواذ تشوفها تلاقي الاهلي مستحوذ على الكوره. ليه؟ مفيش وسط ملعب في الزمالك ضايع، ومدرب ضايع، وعنده مصطفى شلبي نقطه ضعف واضحه وضوح الشمس ومش عايز يغيره.
مصطفى شلبي ده اصلا ما يلعبش اصلا، لعيب ضعيف جدا جدا، نقطه ضعف للزمالك. يعني ضارب جبهه مصطفى شلبي، وجوميز نايم على الخط ولا كانه شايف. رضا عبد العال صدق والله، ده ناس، ده واحد كفتاجي جاي ياكل عيش، زيه زي مجلس اداره الزمالك بالظبط. مجلس اداره الزمالك الفاشل ده هو وجوميز يعني وجهان لعمله واحده، وجهان لعمله واحده. طبعا خالد الغندور زعلان ويقول لك دي مش ضربه جزاء، والزمالك كان المفروض يفوز، والحكم ده شكله قابض مرتشي والكلام ده كله. طبعا الاهلاويه هايصين، الاعلام الاهلاوي هايص لحد دلوقتي، الماتش لسه بقول لك فيه دقايق. الف سلامه لمحمد هاني، الف سلامه تاني لمحمد هاني، ان شاء الله تكون بسيطه يا هاني، اتمنى له السلامه. اصيب في الشوط الاول ونزل عمر كمال عبد الواحد. يا جماعه الاهلي بيلعب بواقعيه، بيلعب بواقعيه. اكرم توفيق واقع اهو عمال مش عارفين بقى، ارهاق يا جماعه. انا قلت لك امبارح مش انا بنجم يعني ولا بقول لا، بس بدايه موسم حتى الشوالي قالها، قال لك السوبر الافريقي ده كان دايما يتلعب في شهر فبراير في نص الموسم، فتلاقي ماتش عالمي. انما جايبهولي في بدايه موسم، واصلا لعبت الزمالك والاهلي يعني منهكين جدا، منهكين جدا، موسم طويل، لان بسبب اتحاد الكره الفاشل، اتحاد الكره المصري والمسؤولين عن الكره المصريه. شوف يعني لا والله يعني كان الله في عون جمهور الزمالك النهارده. لعيبه شوف ده بنتايج بيشوطها على العواد، مش بيرجع الكره، ده بيشوطها شوط. فكان الله في عون جمهور الزمالك. مدرب كفتاجي، اتوقع رحيل هذا المدرب، مدرب جوميز، في حاله خساره الزمالك النهارده اتوقع رحيله، والزمالك هيغيره على طول، لان دي تاني بطوله يخسرها من الاهلي، مواجهات مباشره، كاس مصر في مارس والسوبر الافريقي النهارده. لحد دلوقتي الاهلي متقدم، فربنا يكون في عون الزمالك النهارده والزملكاويه وخالد الغندور بقى وقناه الزمالك والناس دي. جوميز يعني بقول لك رمى الفوطه وقعد على الخط. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.